كنت سألتك قبل أن نتطرق إلى الاحتجاجات إن كان هناك أي تفاعل مع كلمة رئيس أركان الجيش. نعم محمد، ردود الفعل حول كلمة رئيس أركان الجيش القايد صالح لا يمكن الحديث هنا عن ردود فعل أولية لشباب الجزائري، لم تكن منتظرة ولم يكن منتظرا ماذا ستحمل هذه الكلمة. ربما في أوساط المعارضة السياسية كان هناك ترقب لما سيقوله قايد أحمد صالح حول إن كان سيؤكد مرة أخرى أن على ما يرون أنه تأييد من مؤسسة الجيش للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومن كذلك بعدما طلبوه بأن يتدخل في هذه الحالة، طلبوا الجيش، البعض أطراف المعارضة طلبت الجيش بالتدخل وبأن يوقف ما يرون بأنه حالة ربما ستؤدي إلى زعزعة الأمن في البلاد، خاصة بعد مساعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وهو في حالته الصحية هذه التي يرون بأنها تؤثر على قدرته على قيادة البلاد. هنا في الشارع كل المطالب أو كل ما يهتمون به هو التعبير عن رفضهم للولاية الخامسة ورفض أي إصلاحات، كما هناك تخطيط ل4 أيام متتالية ستكون فيها مظاهرات وسيبتعدون عن الجامعات لا دراسة لمدة 4 أيام إلى غاية اتضاح الصورة بالنسبة لهم. بعد ال4 أيام يقولون بأنهم سيتحدثون مرة أخرى أو هناك مطالب مرة أخرى للمظاهرات إن لم تكن هناك أي نتيجة لهذه المظاهرات وللاعتصام عن الدراسة. نعم. طب هذه المسيرات التي انطلقت وكنا يعني معك خلال استوديو الحدث أيضا عندما انطلقت، ازدادت أعدادها؟ هل ما زالت مستمرة؟ ممكن أنه غدا أو بعد غد كما تفضلت وقلت أنه سيكون هناك في امتناع أصلا عن الدراسة لمدة 4 أيام؟ نعم المظاهرات محمد مستمرة، هناك مسيرات يمكنك فقط رؤية الصورة. الشباب الجزائري الآن يتحرك في هذه المساحة التي كنت أتحدث عنها التي هي في قلب العاصمة الجزائرية. إلى غاية الآن لا حديث عن وقت محدد لتفرق المتظاهرين، ولكن الملاحظ أن التعزيزات الأمنية هناك تعزيزات كبيرة ولكن قدمت فقط منذ لحظات الشرطة إلى جانب سيارات تابعة للشرطة. بعض المتظاهرين يقولون بأنهم بسبب قطع السكك المترو اضطروا إلى القدوم من جامعاتهم سيرا على الأقدام هنا إلى قلب العاصمة الجزائرية. طب الشعارات المرفوعة يعني أغلبها متمحور حول مسألة رفض ترشيح بوتفليقة يعني نفسه لعهدة خامسة. الشعارات المرفوعة بالتأكيد هي المطلب الأول لا للعهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولكن بعد ذلك تتفرع الشعارات إلى أمور أخرى، إلى مطالبات بإصلاحات أو العفو ليس مطالبات بإصلاحات أو المطالبة برحيل النظام للقدرة على إصلاح البلاد كما يقولون. طالت الشعارات العديد من الشخصيات البارزة بينها في محيط الرئيس عائلته والحكومة، هذه أو بعض رجال الأعمال الذي يبدو لافتا أنهم يذكرون في هذه المظاهرات كأطراف مؤثرة أو يراها المتظاهرون بأنها أثرت على اقتصاد البلاد وعلى حال الشباب الجزائري. شكرا لك من الجزائر مفادة الحدث سارة بن عيشوبة. ومعي الآن علي بوخلاف الكاتب الصحفي من الجزائر. أهلا بك أستاذ علي. بداية هل يعني من الممكن أن نتوقع أي وقع لكلمة رئيس أركان الجيش على سيرورة الأحداث حاليا في الجزائر؟ لا أظن أن هناك وقع على الأحداث لسبب واحد، وهو أن الشارع الآن ينتظر شيء من رئاسة الجمهورية وليس قيادة الأركان، لأن المطلب الكبير والوحيد الذي شاهدناه اليوم وفي الأيام الماضية هو عدم ترشح بوتفليقة لولاية جديدة. فسمعتم مثلا عندك في التقرير الذي تلته الزميلة بأن
والشعار الأول هو عدم ترشح بوتفليقة، ثم إبعاد مقربيه وبعض رجال الأعمال من السلطة وتغيير النظام بأكمله كمطلب ثالث. فقايد صالح تكلم على التلاغم بين الشعب والجيش والدولة وحتى الحفاظ على الأمن العام، لأن هناك طمع من قبل النظام بأن لن تكون فيه تطورات جديدة، وهناك أيضا تخويف لأن في خطاب سابق قايد صالح تكلم عن مغرر بهم وقال إن الشباب مغرر بهم، وهذه العبارة ترجع الجزائريين إلى الإرهاب الشباب الذين انخرطوا في الإرهاب في التسعينيات الذين كان يلقب بهم بالمغرر بهم، ولذلك أراد تصحيح الوضع الحالي، لكن المطلب الأساسي هو يبقى إبعاد بوتفليقة من الانتخابات الرئاسية، لا أكثر ولا أقل. بس ماذا فهم من كلام رئيس الأركان بالتالي؟ فهم بأنه نوعا من الليونة لحد الآن من طرف الجيش، لأن الكثير هنا يعتقد بأن بوتفليقة عنده نوع من الحماية من طرف قيادة الأركان التي لا تريد التدخل مباشرة لحد الآن لإبعاده من السلطة، وهذا ما يفهم أنه كانقلاب عسكري، لكن يأتي يوم ما للحفاظ على الأمن ممكن أن تكون فيها تدخل رغم ممكن أن بسلاسة، لكن للطلب من المقربين للرئيس للعدول على هذا الترشح الذي شيء الذي ممكن أن يأتي به تهدئة الأوضاع. بل لكن يعني بعض الجزائريين المراقبين للأوضاع ربما يقولون يعني من الصعب أن يعني يطلب الجيش من الرئيس عدم الترشح، لأنه رئيس الأركان قيل أنه مقرب جدا يعني وصديق جدا للرئيس بوتفليقة. من بين المشاكل المطروحة هذه القرابة بين الرجلين، لأنهم من جيل واحد وهو جيل ثورة التحرير، وأيضا هناك نوعا من الوعد من طرف قائد الأركان اتجاه بوتفليقة بأنه سيرافقه إلى آخر أيامه على هرم السلطة، لكن إذا شهد البلاد اضطرابات لا أظن أنه سيمتنع عن التدخل، رغم أن هذا التدخل ليس كما يصوره البعض أي التدخل مباشر أو انقلاب عسكري، وإنما ربما بالتكلم بهدوء مع أقرباء الرئيس ليطلبوا منهم بطريقة سلسة أو بطريقة لبقة بالعدول على هذا الترشح، ثم إعادة الهدوء إلى البلاد واللجوء إلى انتخابات رئاسية في وقتها. أما انتخابات رئاسية ستجرى بعد ذلك بعد ممكن إعلان حالة طوارئ أو سيناريو آخر قد سيحدث في الأيام المقبلة. طيب في حال حصل هذا السيناريو وطلب يعني من الرئيس عدم الترشح حفاظا على أمن البلاد، ما الضمانة في أنه الأمور ستستتب ويسود الهدوء؟ الضمانة الوحيدة وهو أن الشعب لحد الآن المسيرات كانت سلمية، والمطلب الوحيد الذي شهناه هو أن ليس هناك عهدة خامسة، والشعب لا يريد لا بوتفليقة لا الساعد. هذا يعني أن الشعب لا يريد أخ الرئيس أو أقربائه وأيضا رحيل النظام، فليس هناك مطالب كبيرة وليس هناك مطالب مثلا إلى الذهاب إلى إعادة بناء المؤسسات بأكملها كما يعتقد البعض، لكن لحد الآن السقف الوحيد هو عدم ترشح بوتفليقة، فلذلك إذا لم يترشح بوتفليقة لا أظن أن تكون فيه مسيرة كبيرة، وسيترك المجال للسياسيين لحيلولة المشكل بدون أي اضطرابات أخرى. لكن لحد الآن لا تعنت النظام وتعنت بوتفليقة وأقربائه، هذا ممكن أن يكون أصعب من تدخل الجيش. طيب أستاذ علي، أرجو أن تبقى معي لنتناقش في موضوع اعتقال علي بالحاج بعد قليل، أرجو أن تبقى معي. إذن اعتقل الأمن الجزائري أو اعتقال الأمن الجزائري لنائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة علي بالحاج بعد أيام من دعواته على موقع فيسبوك للخروج إلى الشوارع ومهاجمة قوة الأمن. هذا الاعتقال لاقى ترحيبا سياسيا وشعبيا جزائريا. من هو بالحاج الذي اشتهر بدعواته المتكررة لما وصفه بجهاد الحكام ودعمه وتأييده للمواجهات المسلحة مع قوات الأمن؟ منذ ثمانينيات القرن الماضي كان علي بالحاج من أوائل الداعين للعنف والعمل المسلح في الجزائر، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بعد اعتقاله عام 83.
ووضعته وزارة الداخلية منذ إطلاق سراحه قيد الإقامة الجبرية. وبالتعاون مع كل من عباس مدني الذي يقيم حاليا في قطر والهاشم السحنوني، كان لبالحاج ذي الخلفية السلفية الجهادية دور رئيسي في تأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 89 عقب احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية. اتهم بالحاج ورفاقه بنشر أفكار متطرفة عملت على إثارة الفتنة الأهلية والتحريض على حمل السلاح، كما كانت سببا في نشوء الجماعات الإرهابية في الجزائر واندلاع الحرب الأهلية التي عرفت بالعشرية السوداء. نشر بالحاج العديد من المؤلفات التي حضت على العنف وما وصفه بجهاد الحكام وقتالهم وإسقاط الأنظمة الحاكمة في البلاد العربية والإسلامية. دافع بالحاج عن منفذ عملية تولوز ومونتوبان الإرهابيتين في فرنسا محمد مراح، واستنكر فتوى المفتي العام السعودي بتجريم تنظيمي داعش والقاعدة. خرج علي بالحاج على وسائل الإعلام القطرية مؤخرا وسخر جهوده للدفاع عن الدوحة ومهاجمة دول الرباعية العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، داعيا الجزائريين إلى الامتناع عن أداء العمرة وفريضة الحج. مرة أخرى الأستاذ علي بوخلي.